طب شكل المنافسة دلوقتي عامل إيه؟ كلمني بقى عن المنافسة. النهارده الزمالك 50 بونت، بيراميدز 50 بونت بعد فوزه النهارده طبعًا في مواجهة مهمة جدًا قدام إنبي، إنبي اللي ما بتشطّرش إلا على الزمالك تقريبًا، تعادل معاه وفاز عليه، وبالتالي النهارده إنبي بيخسر من بيراميدز وبيوصل ل50 نقطة هو كمان مع الزمالك، ولكن الزمالك بالمواجهات المباشرة بيتفوق على بيراميدز، والأهلي 47 بونت. النهارده كمان سيراميكا الحصان الأسود بيخسر من المصري عشان يتوقف في رصيد سيراميكا عند 43 بونت، وكده برضو الاهلي تقريبا امن على الاقل المركز الثالث، عشان في ناس كانت بتتكلم ان الاهلي كان ممكن ما يكسبش المركز الثالث وما يروحش الكونفدراليه. لا خلاص الاهلي كده كده رجع، مش بس بقى هينافس على الكونفدراليه، ده هينافس على دوري الابطال وهينافس على الدوري. هتقول لي يا عمريه الموضوع صعب، باللي حصل النهارده مش صعب. خلينا نتكلم النهارده ان الماتشات اللي جايه هتكون ماتشات مهمه جدا. الاهلي عنده المصري مباراه قويه، وعنده انبي اللي هو لاعب الزمالك ولاعب بيراميدز، ما نعرفش انبي هيعمل ايه مع الاهلي. على الجانب الاخر الزمالك عنده ماتشين ما فيهمش هزار، عنده سموحه والمفروض على الورق هي اسهل مواجهه، وعنده سيراميكا وما ادراك سيراميكا في اخر مواجهه. سيراميكا قد يكون محتاج المباراه لو لسه عنده امل انه ينافس على المركز الثالث، وبالتالي المواجهه الاخيره دي هتكون مواجهه صعبه جدا جدا جدا. بيراميدز كمان عنده ماتشين مهمين جدا قدام سيراميكا نفسه هيلعبوا في الجوله الجايه وقدام سموحه، وبالتالي النهارده انت بتتكلم عن ماتشات يعني تقريبا هي نفس الماتشين اللي عند الزمالك عند بيراميدز. الزمالك لو فاز الماتشين خد الدوري، بيراميدز لو خد الماتشين والزمالك تعثر خد الدوري. الاهلي عايز ايه بعد ما فاز على الزمالك؟ عايز الزمالك يخسر مباراه، وعايز بيراميدز يخسر مباراتين، او على الاقل يخسر ويتعادل حسبة بيرما. ولكن اعتقد ان الدوري ده هو الاقوى في التاريخ الكره المصريه. في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها كان الصبح ممكن 4 فرق ياخدوا الدوري، اهلي زمالك بيراميدز سيراميكا. بعد جولات النهارده سيراميكا ابتعد عن المنافسه على بطوله الدوري العام، ويتبقى بالترتيب الزمالك بيراميدز الاهلي. مين ممكن يفوز بالدوري في ظل المواجهات الصعبه اللي جايه؟ مين هيقدر يصمد؟ مين هيقدر يستحمل الضغط؟ لان الضغط بصراحه صعب. الله يكون في عون كل الفرق، الله يكون في عون كل المديرين الفنيين، الله يكون في عون الجماهير. اخر حاجه رسالتي للجماهير، النهارده جمهور الاهلي وجمهور الزمالك قدموا ملحمه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. جمهور الزمالك طوال المباراه وهو بيشجع، حتى وهو متاخر طوال ومعظم اوقات المباراه، وحتى بعد انتهاء المباراه وهو مغلوب، شجع اللعيبه وناشد اللعيبه ان هي تحافظ على املها وحظوظها في المنافسه على بطوله الدوري العام او حتى بطوله الكونفدراليه. جمهور النادي الاهلي اللي على الورق ونظريا خسران كل حاجه، ولا ياخد الدوري ولا حتى ممكن ينافس على دوري الابطال، ولكن الجمهور كان عند الموعد ودعم الاهلي بشكل كبير، ووقف في ظهره طوال ال 90 دقيقه وقدموا ملحمه كبيره جدا جدا. دايما الكوره للجماهير، ودايما الكوره بتقول ان هي من غير جماهير ملهاش اي لازمه.